يلا الهمة انتو وهي نوريكم خبيز الفجرية. صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم معطر بذكر الرحمن. طبعا قمنا من بدري. ماما ربنا يديلها الصحة يا رب وطولة العمر كانت عاجنة زي ما انتم شايفين كده. كنا بدري طبعا، وهنا الجيرة وجيرة الجيرة وهوب بقى. يوم الخبيز ده كأنه يوم فرح، بنعزم الجيران وجيرة الجيرة ونقعدوا بقى يخبزوا كده وحاجة على صح. ده العجين الفلاح، شايفين؟ ده أنا يا جماعة. شايفين العجين الفلاحي؟ طبعا العجينة دي كانت خمرت جدا. بدأت إن أنا ألمها كده واحدة واحدة. عشان إيه؟ عشان خاطر إن أنا خمرت بزيادة عن اللازم. فطبعا كنا مقرصين صينية تانية فعايزين إن هي تخلص. فبصراحة مش أنا اللي عاملاها، يعني الجماعة اللي عاملينها وكده. فأنا قمت لقيت الحاجة جاهزة زي ما أنا هوريلكوا كده، قلت أصور معاكم تشوفوها. طبعا دي صينيتين غير الطشت التاني. ده القش الفلاح. ايه رأيكم بقى في القش الفلاح بتاعنا ده؟ القش ده اللي هو بتاع الرز. دي مكنة الخبز يا جماعة، أنا كنت بوريلكوا في اللايف من شوية. دي المطرحة، دي الردة اللي هي نخالة الدقيق، اللي هي البنية اللي قدامكوا دي. طبعا دي المكنة ودي المطارح. كانت ماما لسه بادئة إن هي توضب المكنة عشان تشوف ايه الخبز يكون معاها مرتاح يعني وكده. ماما اللي قاعدة قدام المكنة دي. ادعوا لها يا جماعة إن ربنا يشفيها يا رب ويديلها الصحة وطولة العمر دايما. صدقوا نسيت أرحب بكم. اه والله. طيب نحب نرحب بإخواتنا اللي داخلين معانا جديد في القناة. الأول مرة يتابعوني وتشوفوني وتشوفوا العيش وجمال العيش الفلاحي بقى. بصوا متقولش لحد عليه. أحلى عيش فلاحي ممكن تاكله في حياتك، أو تاكليه في حياة. أحلى عيش بمعنى صح العيش الفلاحي. أحلى عيش. لا تقولي لي لا سوري ولا شمسي ولا. هو العيش الفلاحي ده هو الدرجة الأولى. في ناس بتعمله على المطرحة المدورة وفي ناس بتعمله على المطرحة دي، تمام. بس احنا هنا متعودين نعمله بالمكنة كده وبالمطرحة دي. ودي لفاليف قش اهو. بنعمل القش ده لفلوف كده، ندور شوية القش نلفهم لفلوف كده، ونبدأ ان احنا نعمله زي ما انتم شايفين بقى بالجمال والحلويات والحاجات الحلوة اللي انتم شايفينها دي. احلى عيش فلاحي بجد. تعالوا بقى اوريكم الفرن. انا ماشية بقى عايزة اوريكم الفرن بس. بصوا المكان ده ايه رأيكم؟ لا استنوا بس، ده انتوا هتشوفوا حاجات كتير حلوة، اصبروا. ايه رأيكم؟ حاجة يعني جميلة بصراحة. تمام. شايفين العيش بيدخل الفرن ازاي؟ ده طبعا الطشت اللي احنا عاجنين فيه. بنحط فيه عود قش ونبدأ نطلع العيش نحطه عليه زي ما انتم شايفين كده. ايه زي ما انا بقولك قوالب، كل رغيف جنب التاني كده. ما شاء الله حاجة جميلة اوي. عيش طري، عيش فلاحي، عيش صحي. احلى حاجة عيش الفلاح فعلا. احلى عيش او احلى اكل الفلاح بصراحة. غير المدن. يعني ده عند ماما يا جماعة، مش عندي في البيت. ده انا بقولك كنت عند ماما وقمت تلاقيتها بقى ما شاء الله مجهزين الحاجات دي وكده. فبقيت مبسوطة. طب انت يا ماما ما قلتيش لما كنت صورت العجين معاكي من بدايتي يا ست ملحوقة المرة الجاية تصوري. بس طبعا وانا فاتحة اللايف من شوية بقول لهم ده الفرن وكنا بنخبز العيش ده ايه وشكله ايه وبتاع ايه. يا جماعة ده مش عارفة ايه. قلت لهم اقول لكم انا هنزل لكم الفيديو دلوقتي، حتى انتظروا هتلاقوني منزله لسه الفيديو من شوية. هتلاقوا ده نازل ورا على طول. ليه؟ عشان ان انا اوري لكم العيش الفلاحي شكله ايه اهو. شايفين؟ بنعمل عبارة عن كور صغيرة كده بنقرصه ونسيبه يرفع شوية على الصينية. وبعد كده نبدأ ان احنا نبططه واحدة واحدة ونفرده بالبتاع دي. شايفين؟ على فكرة كان الجو يعني ايه مظلم كده لسه. الشمس ما طلعتش قوي يعني، او يعني كان الجو خلاص ظلم او مظلم حاجة زي كده يعني. بس يعني بحاول ان انا برضو اوري لكم النظام اهو. شايفين؟ تحط على المطرحة كده وتشد. هي دي المكنة بقى اللي انا بقول لكم عليها. المكنة دي بتعمل ايه يا جماعة؟ والله المكنة دي بتعمل ازاي؟ قلت لكم انا هنزل لكم الفيديو. متبخلوش عليا، امانه عليكم كل اللي شاهد الفيديو لحد هنا متبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. وعايزه كل اللي يشوف الفيديو ده يقول لي هل عندكم عيش من ده ولا لا. الفلاح الاصيل هو اللي يعرف العيش ده. وفي ناس ممكن تعرفه، في ناس كتير بتجيب يعني ممكن تكون بتجيبه بس مش بتخبزه بس عارفينه. وفي ناس كتير بتخبزه. في ناس اصلا ما تعرفوش نهائيا. فأتمنى إن كل اللي دخل معانا جديد بالقناة تصلوا على الحبيب المصطفى وتقولوا بتتابعوني من أي بلد. وإيه رأيكم في
الأجواء الجميلة بتاعتنا، الأجواء البسيطة، الخبز البسيط بتاعنا. أتمنى إن أنا كنت أدوق كل شخص بيشاهد الفيديو ده، كنت أوريله نظام العيش وجمال العيش بصراحة، حاجة خيال. ايه رأيكم؟ بصوا، هو فعلا الجمال عدى الكلام. شايفين الجمال؟ والله العظيم بجد حاجة حكاية 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 حكاية. شايفينه؟ استنوا بس اصبروا. ده طبعا العيش بيشدوا على المطرحة وبيحطوه، ما شاء الله، ايد بتناول ايد، تخبز، تفرد، تجيب العجين من على الصينية، كده ايد على المطرحة، على المطرحة بقى تشد على المكنة، تشد على المطرحة كده، وطبعا اللي قدام الفرن تاخد منها. شايفين؟ وفي حد بيعمل لفاليف برضو اللي هو القش ده، عشان طبعا الخبز وكده. استنوا بقى تشوفوا بقى، هي كده حطت لفلفة وهي بتصهرج النار. اتفرجوا بقى على جبل العيش. انا اسكت لحظة عشان تشوفوا الجمال والحلاوة. شايفين؟ اصبروا بس، ده الحلويات كلها هتيجي دلوقتي، اصبروا. والله مجرد ما العيش بيتحط في الفرن، ما شاء الله، مش ما بين يعني مش بستنى، على طول. شايفة؟ الله الله عليك، بجد بجد الله. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ شايفين؟ يا سيدي، يا سيدي عليك. وانت اقول لك، وانت بتتدلع في الفرن كده، بتتدلع. انا صوتي فعلا تعبان، فمعلش عشان عندي شويه تعب، فده بس اللي مغير صوتي. ايه رايكم بقى في الجمال والحلويات دي؟ اهو، حاجه يعني بصراحه جمال بجد. حطيتوا اللايك ولا لسه ما حطيتوش؟ انا لو طول امسك كل ايد حد يحط اللايك عشان تحطوه والله لازم اجي امسك تليفوناتكم واحط اللايك لنفسي. مش هتبخلوا عليا يعني اما تحطوا اللايك، اما تشيروا الفيديو، اعملوا مشاركه. مش هتخسروا حاجه لما تعملوا الفيديو مشاركه، منها ان انتوا تكبروا بخاطري، ومنها ان القناه تكبر، ومنها ان الفيديو يوصل لاكبر عدد مشاهدات. ايه رايكم بقى في العيش؟ يا سيدي يا سيدي على الحلويات. شايفين؟ انا بوريلكم، بقول لكم اهو. شايفه؟ الله عليه، تحت ومن فوق بالصم حاجه. ارضيه العيش جباره، ولا وشه. ايه رايكم بقى؟ يلا.